اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وباطنه وظاهره، والدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحي القيوم ذو الجلال والإكرام والطول والإنعام، بديع السماوات والأرض، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، رب كل شيء ومليكه، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا مقرب لما باعدت ولا مباعد لمن قربت. اللهم إنا نسألك التوفيق في هذه الحياة، ونسألك العتق من النار، لنا ولوالدينا وآبائنا وأمهاتنا وولاتنا وعلمائنا وأزواجنا وذرياتنا وأقاربنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. نسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام
أن تكتبنا من عتقائك من النار. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. وشفع المحسنين منا في المسيئين. وشفع المحسنين منا في المسيئين. وشفع المحسنين منا في المسيئين. اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من خير وصحة وسعة رزق وسلامة فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين يا حي يا قيوم. يا حي يا قيوم. يا حي يا قيوم. برحمتك نستغيث فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله. اللهم يا باسط اليدين بالعطايا يا باسط اليدين بالعطايا نسألك أن تغفر لنا جميع الذنوب والخطايا وأن تعصمنا من الدنايا وأن ترزقنا التوبة النصوح قبل حلول المنايا يا رب العالمين. يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. هؤلاء عبادك. هؤلاء عبادك اجتمعوا في رحاب هذا البيت العتيق وأتوا من كل فج عميق وفي هذه الليلة الشريفة المباركة. اللهم فأعطهم سؤلهم. اللهم فأعطهم سؤلهم. اللهم فأعطهم سؤلهم ولا تحرم من فضلك يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا ليس في الوجود رب سواك فيدعى وليس في الكون إله غيرك فيرجى. يا من لا يزداد مع السؤال إلا كرما وجودا. يا من يحب الملحين في الدعاء. يا من يحب الملحين في الدعاء نسألك ألا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. نسألك اللهم ألا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في خير وصحة وحياة سعيدة يا حي يا قيوم. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. والعتق من نيرانك. والعتق من نيرانك. اللهم اجعل مآلنا إلى رضوانك وأعالي جناتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا سامع كل شكوى ويا عالم كل نجوى ويا كاشف كل بلوى نسألك في هذه الليلة الشريفة أن تفرج عن المسلمين في كل مكان. نسألك اللهم أن تفرج عن المسلمين في كل مكان وأن تصلح أحوالهم. وأن تصلح أحوالهم يا ذا الجلال والإكرام. وأن ترفع عنهم الفقر والكفر والجهل والأغراض. وأن تحفظ منهم الدماء والأنفس والأموال والأعراض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين على اليهود الغاصبين المحتلين. اللهم إن اليهود قد طغوا وبغوا وأسرفوا في الطغيان. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعلهم غنيمة للمسلمين.
اللهم لا تبني لهم في مقدسات المسلمين دارا، ولا ترفع لهم صرحا ولا منارا. اللهم لا ترفع لهم في الأرض راية، واجعلهم لغيرهم عبرة وآية. اللهم اجعل شأنهم في سفال، وأمرهم في وبال، وكيدهم في ضلال. إلهنا قد عظم الكرب واشتد الخطب على إخواننا المسلمين في الأرض المباركة. اللهم برحمتك حرر المسجد الأقصى من براثن المعتدين. اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا حي يا قيوم. اللهم اصلح حال إخواننا في العراق، واحقن دماءهم، واجمع قلوبهم على الكتاب والسنة يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، الذين يجاهدون لإعزاز دينك ورفع كلمتك. اللهم انصرهم يا قوي يا عزيز. اللهم سدد سهامهم وآراءهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل، أنت حسبنا ونعم الوكيل، أنت حسبنا ونعم الوكيل على من تطاول على عقيدتنا ونال من جناب نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك. اللهم اشدد عليهم وطأتك، وارفع عنهم عافيتك، واجعلهم عبرة للمعتبرين، وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وبارك له في عمله وعمره، وهيئ له البطانة الصالحة، واجعله نصرة للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم وفقه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه خير البلاد والعباد يا حي يا قيوم. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين. اللهم أدم على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها وطمأنينتها. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل معنا شقيا ولا محروما. اللهم كاشف الهم، فارج الغم، مجيب دعوة المضطرين، مجيب دعوة المضطرين، مجيب دعوة المضطرين. أسألك اللهم أن ترحمنا رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، واحفظنا والمسلمين من كل سوء وبلاء يا حي يا قيوم. اللهم انصر إخواننا رجال الهيئة ورجال الحسبة. اللهم وفقهم لما تحب وترضى. اللهم سددهم وأعنهم يا حي يا قيوم. اللهم احفظ أعراضهم من قالة السوء. اللهم وفق رجال أمننا إلى ما تحب وترضى، وإلى ما فيه حفظ هذه البلاد وخدمة عمارها وزوارها وحجاجها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا أجمعين، اللهم تقبل منا أجمعين، ولا تردنا خائبين، ولا تردنا خائبين، ولا تردنا خائبين، ولا من رحمتك مطرودين، ولا عن بابك محرومين مصدودين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم ما قصر عنه رأينا ولم تبلغه مسألتنا من خيري الدنيا والآخرة، من خير أنزلته على أحد من خلقك أو أعطيته أحدا من عبادك، فإنا نرغب إليك فيه يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم لا تفرق جمعنا هذا في هذا البلد الحرام وفي هذه الليلة المباركة إلا بذنب مغفور
وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا ميتا